السلام عليكم ورحمة الله، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وعواشركم مبروكين ان شاء الله. بدخل عليكم هذا الشهر باش كتمناو ان شاء الله يا ربي. واخيرا قدرت عاوتاني نعاود نشارك معكم الورقه د البسطيله من بعد ما طلبوها مني العديد من البنات، يعني في لي كومونتير ديال الفيديو اللي قبل. يعني طلبتوا مني ندير لكم فيديو يعني يكون طويل شويه وما نسرعوش، وفي نفس الوقت يعني نشرح فيه اكثر حيت ما فهمتوش بزاف في الفيديو الاول. يعني واخا راه كيف كتعرفوا هذه الفتره هذه كتكون شويه مليئه بالطلبيات وما كاينش الوقت، فيعني حاولت ما امكن انني نشارك معكم ونعطيكم ونجاوبكم حتى على دوك يعني التعاليق اللي ما قدرتش نجاوبكم عليها، وفي نفس الوقت يعني نزيد نوضح لكم اكثر. فهنايا غادي ناخذ واحد البانيو ديال الماء، انا هنا ما كنعبرش، كندير الماء هكا عادي. غادي ندير هنايا واحد شويه ديال الزيت، يعني تقريبا معلقه صغيره هكاك، ما كاملاش، كنديرها غير شويه في الغلاقه وكنكبها صافي. هنا باش كتعاوننا يعني هكا الورقه ما كتلصقش على الطبسيل. غادي ندير هكا شويه ديال كنضيف الطحين، المهم عادي كنستمر. انا في الفيديو الاول راني عطيتكم العبار بالضبط، يعني بالنسبه اللي بغاو العبار ديال هاد العجينه يعني بالضبط ديال الكيلو وديال الماء. يرجع للفيديو اللي قبل راه موضح فيه اكثر. هنا ما قديتش انني نبقى كنعبر، انني صافي ولفت كنخدم بحال هكا، عارفه العجين يعني كيف كيكون، وغادي يبان لكم حتى هنايا. صافي هنا كنبقى كنعجنها يعني عادي، كندخل داك الطحين مزيان في الماء، وهي راه كل ما تعلكات كل ما كتجي زوينه. يعني تشوفوا الطريقه ديال العليك ديالها كيف ما علكتها معكم المره الاولى، كتبقى كتخبطها هكا كتهزها الفوق وتضربها، وانت غادي باش كدوك الحبيبات ما كيبقاوش، وكتجينا الورقه ليس وزوينه. هي راه كل ما تعجنات وكل ما ارتاحت كتجي الورقه زوينه، الا زربتوا عليها راه ما كتجيش مزيانه. هنا حاولت ما امكن يعني الفيديو هكا نبسطو باش يعني باش تبان لكم ديك الخبطه هكا كيفاش كنهزها وكنضربها. صافي حتى كان واحد 5 دقائق ولا 10 على حسب العجينه اللي كتشوفوها. صافي ترخات وما بقاش فيها دوك الحبيبات، صافي كتحبسوا ومن بعد كتخليوها كترتاح. يعني ضروري تخليوها ترتاح يعني على الاقل واحد الساعه د المكانه، يعني هي كل ما ارتاحت كل ما كتجي زوينه. صافي هنايا الطبسيل كيف طلبتوا مني، يعني قد شحال كنخلي ديال الفراغ بين وراه كنحطو مباشره على العافيه. هنا انا ندير داك شويه ديال الالومنيوم غير باش كنزير في الطبسيل باش كيجيني يعني مكروز وما كيبقاش كيلعب مني. كنبقى نخدم. الفرن راكم عارفينها يعني راه معروف، الفرن اللي كيطيبوا به في العراسات. هذاك درت له الرجلين انا. المهم في الاول راك شفتوا في الفيديو كنت كنحطو غير فوق البوطاجي، دابا درت له دوك الرجيلات. صافي هنا العجينه كيف كتشوفوا يعني راه طلقات، درت دوك البويقات يعني بحال خمرات كنقولوا، يعني راه في العجينه راه خمرات وراه ما فيها لا خميره لا والو، غير هي كدير دوك الفقاعات. صافي كتكون يعني وجدات وخدات راحتها. صافي هنا كنهز انا هنا غادي نبدا معكم يعني ما غنسرعش الفيديو، وغتشوفوا يعني حتى الورقه د البسطيله في الاول كيفاش كتبدا تطلع، وفي الاخر يعني في الاول ما كيبرد التبصيل كتكون شويه يعني الورقه يعني الحراره درجه الحراره باقي ما مأكدينش منها، بحال الورقه شويه من الجناب كتلصق. يعني كطيب واحد جهه شويه كتبقى حتى كياخذ التبصيل الحراره ديالو كامله، يعني واحد 2 ولا 3 كتولي كتجي يعني مقاده وكتطلع دقه واحده. صافي ملي كيسخن الطبسيل راه كتولي يعني زوينه. بالنسبه للضربه انا هي اللي ما عرفتش كيفاش غادي نزيد نشرح لكم، حيت شحال من وحده قالت لي كيفاش نضربها، يعني كتضربها على الطبسيل وما كتعرفش. اختي هذه المرحله هذه كاملين نزنا منها. انا براسي النهار الاول فاش كنت كنتعلم يعني حتى انا هاد الضربه هذه اخترعتها لراسي، يعني كل واحد وكيفاش كيضربها، كل واحد الطريقه ديالو. يعني حتى انا نهار دخلت لي فيديوهات بزاف وبحثت، وفي الزنقه كنشوف يعني الناس كيفاش كيضربوها. المهم هذيك الضربه خاصك انت تعرفي كيفاش غادي تطلعي الورقه. راه النهار الاول غادي تجيك مقطعه وغادي تجيك غليظه، ومن بعد وانت غاده حتى غادي تعلمي ليها ان شاء الله. وكتبقاي كتشوفي التفصيل، يعني كتبقاي كتقاديروا درجه الحراره ديالو. المهم في الاول نصحكم يعني ما تجهدوش للبوطه، تنقصوا ليها وتبقاو كتطلعوا يعني عاد من بعد يعني غتبقى تجهدي البوطه وتبقاي تخدمي عادي، وخاص شويه السرعه. انا هنا شويه راني مبطئه الفيديو غير باش تبان لكم ديك الضربه كيفاش كنضربها، باش يعني تاخذوا فكره. ومن بعد راه ملي غتاخذوا التبصيل وغادي تعجنوا العجينه راه غادي يعني غادي تعرفوا نتوما الطريقه. صافي
زعما هادشي اللي غادي نقدر نشرح انا على حساب ديك الضربه هكا كيفاش كضربوها فوق التبصيل. بالنسبه للبنات اللي قالوا لي ضربيها لنا هكا فوق شي حاجه من غير التبصيل ديال النحاس، ما يمكنش. يعني هاد الورقه معروفه كتضرب على التبصيل ديال النحاس. يعني كذب عليكم الكذاب اللي يقول لكم كيضربها في كوكوط ولا في طنجره ولا يعني داك الشيء راه ما كنظنش انا واش كيصدق، الله اعلم. حيت التبصيل النحاس كيبقى هو اللي فاش كتخدم الورقه بسطيله ولو تضربها، يعني تقدر تضربها وتقدر تطلع ليها، ما غتطلعلاش اولا يعني هكا باحترافيه، وغادي ما غاديش تطلع يعني شي ورقه اللي زوينه اللي غتلعب بها كيف ما بغيتي، وزيد عليها انها ما غاديش تخدم بها. يعني التبصيل النحاس كيبقى عملي وكتخدم به يعني كتخدم به يعني كميه كثيره في وقت وجيز. اما الالومنيوم ولا الانوكس ولا هذا ما ظنيتش انني غادي يخدم به الانسان هكا واحد الكميه كثيره. وهذا كنقول الله اعلم، حيت كنشوف بزاف هكا يعني كيديروا في كوكوط ولا هذا، ما عرفتش كيفاش كيديروا ليها، واش بصح ولا غير كذوب. المهم داكشي ما مفهومش. المهم انا ما قدرتش نديرها لكم على شي حاجه، نقدر شي نهار نجرب، وانما باش نقول لكم زعما نوعدكم ونقول لكم راه غادي تخدموا بها كميه كثيره ما ظنيتش. لان حتى التبصيل النحاس الا ما كانش يعني شي تبصيل اللي مقاد وهذا، فهمتي، يعني لما خصو يكون مقاد وخصو يكون مزير هكا مع التبصيل. كيفاش كوكوط غتحطها فوق الطبله فوق البوطه هكا فوق المجمر وتبقى تخدم بها، يعني ماشي عمليه. بالنسبه للبنات اللي بغاو ياخذوا كمشروع، من الاحسن تاخذوا التبصيل الورقه، هذا التبصيل ديال النحاس تخدموا به. يعني راه يعني غيرد لكم فلوسو حتى لديك الجهه، راه غير في الشهر الاول غادي تردوا الفلوس ديالو. هو راه شويه الثمن ديالو طالع، كيف قلت لكم داير 500 درهم فاش خديته. دابا ما عرفتش الثمن ديالو، زعما الثمن ديالو ديال دابا. والبلايص اللي كيتباع فيهم هو فاس ومراكش وكازا، هادو هما الاماكن اللي كاين فيهم النحاسين، يعني اللي كيديروا هادشي ديال النحاس. صافي. المهم بالنسبه للضربه هنا غادي سرعت شويه غير باش تشوفوا من بعد، يعني كتولي كتطلع مقاده. وعاد هاد التبصيل انا راني ما درتلوش للدون، يعني هو من الاحسن ان تاخذوه ديروا له للدون باش كيتقال، ويعني كيبقى كيصبر لكم مده طويله. صافي. هنا كنبقى مستمره بحال هكا كيف كتشوفوا. يعني راه ملي كيسخن التبصيل كتولي يعني كتجي ساهله، كتطلع دغيا، كتبقاو كتزيدوا في البوطه وتنقصوا حتى كتاخذوا الحراره اللي نتوما معتمدينها. صافي. هادشي اللي كاين، هادشي اللي نقدر نقول لكم. واحد القضيه واحده اخرى، يعني فاش تكونوا كتضربوا هكا جمعوا صبعانكم باش ما تخرج لكمش العجينه وتجيكم الورقه يعني محببه من الفوق. ما تخليوش العجينه تخرج من بين الصبعان، ضروري يعني هكا تهزوها. وهنا انا رجعتني شويه معكله، حيت البلاصه فين حاطه الكاميرا هي اللي كتكون حاطه فيها الورقه، وشويه يعني كتجيني بحال ماشي ما جاتنيش على يدي كيف ما موالفه كنخدم. المهم معليش، انا حاولت ما امكن نقرب لكم الكاميرا ونصور لكم هكا عن قريب، ونطول الفيديو قدر الامكان. كيف كتعرفوا لي فيديو ديالي كاملين كيعجبني يكونوا قصار، ما يكونوش طوال بزاف، يعني يكونوا واخدين حقهم في الاخر في الوقت، ولكن ماشي طوال بزاف. هنا حاولت ما امكن نطول باش يعني هكا تشوفوا الطريقه وكيف طلبوا مني بزاف البنات قالوا لي يعني الفيديو ديال الورقه من الاحسن طوليه لينا وشرحي لينا اكثر. كنظن هذا هو الشرح اللي نقدر نقول لكم. يعني ما نقدرش نطلب لكم شي حاجه، يعني نشرح لكم يعني شي حاجه اكثر. يعني اللي نقدر ننصحكم به هو انكم تبداو، يعني راه الفراجه ما غاديش تعلمكم، غادي تشوفي تاخدي فكرات هذا، ولكن خصك تطبقي. التطبيق هو اللي غادي يخليك انك يعني تولي ديريها. غادي ديري كل نهار واحد نص كيلو ديال الورق ديال الطحين، تعجنيه وانت غاده، وان شاء الله يكون خير. نتمنى نكون فتكم، نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وحتى هنا ما بقى لي ما نقول لكم الا بسلامه عليكم. نتمنى ان شاء الله يعني البنات كاملين يتحقق لهم هذا الحلم وتوليو تنجزوها.